فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش تالتة إعدادي، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مراجعة ليلة الامتحان. المراجعة دي إن شاء الله هناخدها على 5 أجزاء، 3 أجزاء للجبر وجزئين 2 لهندسة وحساب مثلثات. قبل أي حاجة نسمي الله. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الأول يا شباب من أول المنهج لحد التعويض في الدوال. تمام. الجزء الثاني هنبتدي من اول الداله الثابته والخطيه والتربيعيه والنسبه والتناسب. الجزء الثالث ان شاء الله من اول خاصيه 5 وهناخد فيه التغير الطردي والعكسي والاحصاء ان شاء الله. تمام. بالنسبه للهندسه وحساب مثلثات جزء لحساب مثلثات وجزء للهندسه ان شاء الله. بحيث يا شباب ان احنا نمسك الجزء الواحد نقول تراكميات من السنين اللي فات ما بين كل درس ودرس، ناخد شويه تراكميات كده وافكرك باساس الدرس واهم اسئله الدرس بقى، الاسئله المتوقعه في الامتحان، مش اسئله صعبه قوي ولا سهله قوي، مزيج ما بينهم كده بحيث انك تتدرب على كل انواع الامتحان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا شويه تراكميات قبل ما نبتدي. السؤال الاول بيقول ان كان ا زائد ب بيساوي ا في ب بيساوي 5، ا تربيع ب زائد ا ب تربيع. الجزء هنا من التراكم يا شباب المقصود به العامل المشترك الأعلى. في عامل مشترك أعلى في حاجة موجودة في كله؟ أيوة. كنا بناخد أصغر واحدة لها أس، أ أس 1 وب أس 1. اتبقى من هنا يا أستاذ أ واتبقى من هنا يا أستاذ ب. مش فاهم. دول يا شباب كانوا أ تربيع ب اللي هي أ في أ في ب. تمام؟ خدنا أ وخدنا ب، اتبقى إيه؟ أ. وهنا خدنا أ وب، اتبقى ايه؟ ب. طب أ في ب كان ب5 الراجل قال، وأ زائد ب برضه ب5، ال5 في 5 ب25. طب لو كانت المسألة أسس لازم تستذكر قاعدة إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس. 3 أس س زائد 1 بتساوي 81 3 أس 4. إيه ده يا عم أحمد؟ عرفت منين؟ اللي 81 3 أس 4 دي ده احنا بنعرق جنبها. بص يا ولا، في طريقين 2، في طريق على الآلة الحاسبة وفي طريق انك تكون حافظ جدول الضرب. ال 81 9 في 9 وال9 3 في 3 والرزلة الثانية 3 في 3 يا أستاذ. يبقى كده كام؟ 3 أس 4. الطريق الثاني يا هندسة مش موجود في كل الآلات، خد بالك يا ولا. تجيب الآلة الحاسبة وتدور على زرار فاكت، لو لقيت الزرار ده عندك تمام. أنا طبعا مش هقول لك أسماء الآلات الحاسبة اللي عندها عشان ما تروحش تشبط في رجل بابا، قلنا بابا عايز آلة حاسبة، هات لا بابا آلة حاسبة. مش مستاهلة، ده حتة رقم هتضربه في رقم، إيه يا عبيط؟ المهم بتجيب زرار فاكت ده تكتب 81 بيساوي شيفت فاكت، خلاص طلع معاك 3 أس 4. المسألة خلصانة. أهم يا أستاذ تساوت الأساسات تتساوى الأسس، يبقى الس بتساوي 3. تمام يا سيدي الناس؟ تمام يا أستاذ. إن كان 5 أ بتساوي 45، قلت له 5 أ، ما معنى 5 أ؟ يعني 5 في أ. 5 في كام بتساوي 45؟ قلت له 9 يا أستاذ. تمام، يبقى 9 في كام يا ولد؟ تديك 1. بص يا أستاذ، هي الب هقسم على 9 تبقى 1 على 9، بس كان في معلومة قالوها لي من أولى إعدادي إن العدد في معكوس الضرب بيساوي 1، العدد في معكوس الضرب بيساوي 1 والمعكوس الضرب بنقلبه بس. تمام يا أستاذ، يبقى الباقي دي طلعت ب1 على 9. بالنسبة للناس بقى اللي بتقول الفترات يا عم أحمد، ماشي يا سيدي. أهم حاجة، هل أنت أيها الطالب النجيب فاكر يعني إيه فترة وفاكر يعني إيه مجموعة؟ ما هو أنت لو فاكرهم هتريحني، مش فاكرهم هتتعب. المهم لو مش فاكرهم، ليه بيسموا المدرسة فترة والدرس مجموعة؟ المدرسة فترة يا أستاذ لأن كل الطلبة بتروح فيها، إنما الدرس مجموعة لأن مش كل الطلبة بيروح عند الأستاذ ده. في ناس بتحب أحمد سرور وناس ما تحبوش. إيه الديفرنت في الموضوع؟ البشر كده بيحبوا حد وبيختلفوا على حد كده عادي، مفيش أي مشاكل. المهم يا سيدي الناس، فترة كله
المجموعة لا عدد بس. طب يعني ايه فترة مغلقة ويعني ايه فترة مفتوحة؟ الفترة المغلقة من 1 لحد 5 مفتوحة، يعني 1 موجود وال5 مش موجودة. الله، ما تجننوش ابونا بالرياضة بتاعتكم يا استاذ. بص حضرتك، هو مش المفروض ال5 مفتوحة يعني ما خدهاش؟ برافو عليك النصيحة دي. طب ليه ما كتبش 4 وقفلها؟ عبيط يا عبيط، ما بين ال4 لل5 في ارقام كتيره قوي، في 4 و4 وربع و4 ونص و4 وخمس وحاجات كتيره كده. انت عايز تنسفها من على وش الوجود؟ يا عبيط ركز. معنى انه قال لك ال5 مفتوحه، ال5 بذاتها مش موجوده، انما الرقم اللي قبلها على طول ده موجود. يعني الرقم اللي قبلها كام؟ واحد هيقول ايه؟ 4 علامة 9 9. يا راجل، ما يمكن 4 علامة 9 9 9 ويمكن 4 علامة 9 9 9 9 كتير كده. المهم يا هندسة، معنى انها مفتوحة يعني مش موجودة. نيجي بقى يا باشمهندسين للاوبريشن بتاعتها، العمليات عليها. ايه يا استاذ؟ لو جالك يونيون يعني الاتحاد ده يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ خد الرقم ده. لا خد ده مني ليك، خده. يعني ال5 دي خدها. معنى ان خدتها يعني اقفل دي يا استاذ. برافو عليك. يبقى من 1 ل5 كلوزد. طب هنا بيقول لك هلا اليونيون ده اهو، الاتحاد ده اهو، خد كل اللي بيجي بعده كمان مع ده اهو. قلت له يعني اخد من 1 ل5 واخد من -2 او من -3 للاثنين؟ قال بس ما قررش الارقام. فعشان المدرسين كانوا عارفيننا مخنا على قدنا، كان بيقول لك ايه؟ ولا اعمل خط اعدادي. ولا قلت له تمام. ما ترقموش يا عبيط، امال اكتب الارقام اللي موجوده بالترتيب يا ولا. 1 -3 1 2 5. مثل الانترفال الاولى دي الفتره الاولى من 1 ل5 يا استاذ كلوزد. تمام. مثل هذه الانترفال الثانيه -3 اوبن والاثنين كلوزد وخدنا اللي ما بينهم. لو كان طلب منك الانترسكشن التقاطع كنت قلت له قطعه من 1 ل2، بس هو عايز منك ايه؟ الاتحاد اللي هو اليونيون. يبقى يا استاذ من اول -3 كانت اوبن لحد ال5، من -3 اوبن لحد ال5. طيب هنا بيقول لك ايه يالا الفرق ده؟ يعني شيل. بيقول لك شيل ال1 وشيل ال5، ما تاخدهمش. قلت له مش هاخدهم. ماشي، مش هاخده يعني هشيله يعني افتحه، وال5 افتح. لا استاذ ما تجننيش، قول. انت مش قلت شيل ال1 وشيل ال5؟ طب كتبت ليه ناتج؟ هم اتشالوا، ايه اللي هيتبقى بقى بذمتك؟ الارقام اللي ما بينهم يا هندسه. ليه؟ لان دي فتره، الانترفال دي واخده كل الارقام من 1 لحد ال5. تمام. بعد كده شيل يا باشمهندس. اشيل ايه؟ كل الارقام اللي ما بين 1 و5. يعني لو دي الانترفال بتاعتي اللي هي ال1 كلوزد وال5 كلوزد، بيقول لك بقى يا هندسه شيل اللي ما بينهم، شيل اللي بالاخضر ده. قلت له يعني ال1 مش هشيله وال5 مش هشيلها، بس انا هشيل اللي ما بينهم. يبقى الناتج 1 و5 يا استاذ. طيب المسألة اللي بعدها بيقول لي هات لي الانترسكشن هنا، التقاطع يا استاذ يعني الارقام المشتركة. هم اشتركوا مع بعض فين؟ فقمت رايح راسم خط الاعداد اللي هو نمبر لاين 0 1 2 5. قمت جاي على النمبر لاين معلم كده من 1 ل5، وجيت من 0 لل2 كده عملوا انترسكشن فين؟ من 1 ل2 يا استاذ. بس يا سيدي الناس، هو ده الكلام المظبوط. الدرس الاول كان بيتكلم يا استاذ عن ايه؟ ازاي تعمل الضرب الديكارتي. واول ما بدا قال لي تساوي زوج بزوج. كنا بنعمل ايه في تساوي الازواج دي يا رجاله؟ كنا يا استاذ بنيجي ناخد الخانه الاولى نساويها بالخانه الاولى، والخانه كنا بنساوي الخانه الاولى بالاولى والثانيه بالثانيه. مش مهندسين، لو في جزء واقع منك، حتى انت ما فهمتهاش هنا وانا براجعها، انا عامل لها شرح مخصوص، سواء كان درس سواء كان مراجعه على الجزئيه دي.
هتلاقيني جايب لك يعني مثلا تساوي زوجين دول، جايب انا ومراجعته في درس مراجعته، جايب كل الافكار بتاعته كلها من سهلها لصعبها، مش سايب حاجه. الناس اللي مجربه اكتبوا لزمايلكم في التعليق وقولوا لهم مدى اهميه حصص المراجعه اللي فاتت ايه. المهم يا شباب ان خدنا 2 اس س، ال 32 2 اس 5. الله، جبتها منين يا ابو حميد؟ قلنا هات في طريقين بقى ما تجننيش. ال 32 ده 4 في 8، وال4 2 في 2، وال8 2 في 2 في 2. او تجيب الآلة الحاسبة الظريفة بس يكون لازم فيها زرار فاكت. 32 بتساوي شيفت فاكت، خلاص خلص، طلعتها لي 2 اس 5. إذا تساوى البيس يتساوى الباور يا أستاذ، إذا تساوى الأساسات تتساوى الأسس. صاد أس 3 بتساوي 27 كم أس كم يا هلا؟ 3 أس 3 يا أستاذ. الأسس مالها هلا إيكوال، يبقى البيس ماله هلا متساوي. بس هنا في ملحوظة very important. قول يا أستاذ، لو كان الأس ده هو زوجي، يعني لو كان مثلا صاد أس 4 بتساوي 3 أس 4، الأس بيساوي الأس، يبقى الأساس بيساوي موجب أو سالب الأساس. ركز، هنا الأس إيه؟ زوجي. هنا الأس إيه؟ فردي. فالفردي ما بنحطش موجب أو سالب. إلى الآن مستيقانيوس؟ ماشي يا أستاذ. بعد كده يا باشمهندس كان بيدي لك مجموعات اللي هي س وصاد، ويقعد بقى يطلب منك يلا تعرف ترسم شكل فين؟ قلت له اه. هي بس محتاجه مني ايه؟ نظره. ببص على السين والصاد، في ارقام مشتركه عشان يكون في انترسكشن؟ ايوه يا استاذ. الكام يد المشترك يا ولا؟ ادي السين وادي الصاد. المشترك يعني موجود هنا وهنا الثلاثه. هنا اتبقى 1 و8 وهنا 2 و4. طيب العين كان فيها 6، هل 6 موجوده في اي واحده منهم؟ لا، بتعملها بعيد عنهم بمزاجك، شوف انت عايز تحطها فين. تمام يا استاذ. طيب ده كان ممكن يجي يقول لك انا عايز شكل فين. طب فرضا يا استاذ انه جه قال لي ايه؟ ولا هات لي س في الصاد يا ولا. قلت له بسيطه، س في صاد يا استاذ. همسك الواحد مع كله، 1 و2، 1 و3، 1 و4، 8 و3، 8 و2، 8 و4. بعد كده هنمسك التلاتة، 3 مع 3، 3 مع 2، 3 مع 4. تمام كده؟ تمام. وخد بالك استذكر ان س في صاد مش هي صاد في س. طب امال امتى بيكونوا قد بعض يا استاذ؟ لو السين والصاد حاجة واحدة قد بعض يعني. طب ايه الفرق ما بين دي ونون س في صاد؟ نون س في صاد يعني عدد عناصر س في عدد عناصر صاد. 3 في 3 يا أستاذ بتساوي 9. طب تعرف تجيب لي س في عين وتمثلها بمخطط سهمي؟ قلت له أيوة، أدي المخطط السهمي، أدي السين وأدي العين. الواحد راح مع 6، 3 مع 6، 8 مع 6، يبقى 1 و6، 3 و6، 8 و6. كويس. طب تقدر تجيب لي س تقاطع عين في صاد؟ قلت له ايوه. س والعين بيقطعوا مع بعض في ايه؟ ما بيقطعوش يا استاذ، بفاي. في صاد ده دي بفاي يا استاذ. افتكر فاي في مجموعه، المجموعه الخاليه في مجموعه دي بفاي، وعدد فاي في صاد بصفر. فرق ما بين عدد ومفيش عدد او فاي. طب مثلها بمخطط ديكارتي. كنت بعمل يا استاذ مجموعتين، مجموعه قايمه ومجموعه نايمه. الاولى فاضيه والثانيه كان فيها ايه؟ اللي هي الصاد، فيها 2 و3 و4. ماشي يا استاذ، بس هنسيبها كده مفيش فيها نقط ولا حاجه. انا عاوز اللي مكتوب في س مش مكتوب في صاد، اللي مكتوب في س مش مكتوب في صاد. قلت له الواحد والثمانية، اضربها لي في عين. قلت له يبقى بتساوي 1 و6 و8 و6. طب مثلها بمخطط بياني. قلت له ادي المخطط البياني يا استاذ. انت حضرتك بتقول اللي في س مش في صاد ايه؟ اللي في س مش في صاد الواحد والثمانية، وهنا 6.
يبقى 1 و6 و8 و6. هو ده المخطط البياني يا شباب. استذكرت حاجة زي دي هندسة؟ طب تعال نطور بقى أفكارها. لو كانت س في ص اداني السين في الصاد، قلت له بص يا أستاذ، اللي جه الأول س يبقى العنصر الأولاني ده هو السين، يبقى السين فيها 2 وخد بالك يا ولا ما بنكررش يا ولا. والصاد فيها إيه يا ولا؟ فيها 5 و6 و7 يا أستاذ. طب قول لي بقى يا سيدي الناس، لو أنا اديتك زوج 6 و5 وقلت لك ده موجود فين؟ بتقوم رايح على الستة. الستة موجودة فين؟ في الصاد. والخمسة موجودة فين؟ برضو في الصاد. يبقى القيمة صاد في صاد يا أستاذ، أو صاد 2. هي. طب 7 و2 موجودة فين؟ السبعة في الصاد والاتنين في السين، يبقى صاد في سين يا أستاذ. طب تقدر تقول لي نون س بكام؟ قلت له عدد عناصر س عنصر. طب نون س 2؟ قلت له دي الواحد في واحد يا أستاذ بواحد. ماشي. تقدر تجيب لي صاد في س؟ قلت له يا أستاذ صاد في س يعني قلب الأرقام دي، يبقى 5 و2 6 و2 7 و2. برافو عليك. طب تقدر تجيب لي نون صاد في س؟ قلت له أيوة صاد في س أدا زوج 2 3. أو حد تاني قال دي فيها عنصر ودي فيها 3، يعني هي نون صاد في نون س. 3 في 1 برضو 3. طب 7 وكاف تنتمي لصاد في صاد، قيم كاف بكام؟ قلت له ايه الرزالة دي؟ صاد في صاد. طب ما تيجي نجيب صاد في صاد. ده هي يا أستاذ 5 و5 5 و6 5 و7 6 و5 6 و6 6 و7 7 و5 7 و6 7 و7. لقيت الراجل بيقول لي ايه بقى؟ انا عايز قيمة كاف. طيب كاف دي كانت 7 وحاجة، ما هي يا أستاذ 7 وإيه؟ و5 أو 6 أو 7، يبقى قيم كاف إما 7 أو 5 أو 6. دي كده كلها قيم لكاف. نصعب شوية يا شباب، نصعب شوية يا أستاذ. لو كانت س فرق صاد في صاد بتساوي كذا، وكان عدد عناصر س في صاد ب6، قلت له بص يا أستاذ، عدد عناصر س في عدد عناصر صاد بتساوي 6، والصاد هي الخانة التانية. الصاد كده فيها عنصرين 2 اللي هما 2 وال3. تمام، يبقى هنا في عنصرين. طب والسين فيها كم عنصر؟ كده يا أستاذ هيكون فيها 3، لأن 2 في 3 في 6. اللي في س مش في صاد اللي هو ال1 وال2 وال3. كده يا أستاذ أنا جبت له السين بكام؟ طب لو كان ألف ينتمي لس 2 ماشي، حيث السين عدد طبيعي ما بين 5 و7، قلت له يبقى السين دي ب6 يا أستاذ، اللي ما بين 5 و7 وطبيعي هو 6. طب ألف ده ينتمي لس 2 يعني عبارة عن زوج مرتب اللي هو 6 و6. ليه؟ لأن هضرب بقى السين في س. تمام يا أستاذ. لو كانت س فيها 1 و2 و3 وعين بتساوي الزوج المرتب ألف وب، بس بشرط إن ألف ما تكونش قد ب، كم زوج مرتب موجود؟ قلت له بص يا أستاذ، تعال اضرب س في س. طلعت يا أستاذ ب1 و1 1 و2 1 و3 2 و1 2 و2 2 و3 3 و1 3 و2 3 و3. قال لك بقى أنا مش عاوز ألف تكون قد ب. قلت له يعني ده شيلها وده شيلها وده شيلها، كم زوج؟ أدا 1 2 3 4 5 6 أزواج يا أستاذ. يبقى الإجابة هنا بتساوي 6. بعد كده يا باشمهندس دخل على حتة الاربع. فاكر أي رقم ينتمي لمحور الصادات؟ فاكر إن ده اسم محور الصادات؟ صاد صاد شرط. يبقى السينات بصفر يا أستاذ. يبقى س بتساوي 4. س ناقص 3 وس ناقص 1 تقع في الربع الثاني. يعني إيه تقع في الربع الثاني؟ الربع الثاني يا أستاذ يعني سالب وموجب. يعني ايه سالب يا ولا؟ يعني س ناقص 3 اقل من الصفر يا استاذ. يعني ايه موجب يا ولا؟ يعني اكبر من الصفر يا استاذ.
عدي 3 بإشارة مخالفة، يبقى رقم أقل من التلاتة وأكتر من الواحد، والرقم ده طبيعي. أنت شايف أنا عملت إيه؟ أنا قلت له ربع تاني يعني سالب وموجب. يعني إيه سالب؟ يعني أصغر من الصفر. يعني إيه موجب؟ يعني أكبر من الصفر. س ناقص 3 أصغر من الصفر، يعني س أصغر من 3، وهنا س أكبر من الواحد. الرقم اللي أصغر من 3 أكبر من الواحد، الاتنين يا أستاذ. س تربيع وصاد تربيع، والسين والصاد دي مش بصفار. قلت له لو كانت سالب هتبقى موجب، ولو كانت سالب هتبقى موجب. يبقى ده الربع الأول يا أستاذ. س تربيع بتساوي 4، وس دي تنتمي للأعداد الحقيقية السالبة. قلت له يا أستاذ ده حتة تراكمي دي. س تربيع ب4 بشيل أس 2 أجيب الجذر، لازم أحط موجب أو سالب. أس 2 لما يكون على المجهول ما أنتش عارف أصله كان إيه، فبتحط موجب أو سالب. فقال لي إن السين تنتمي لحاه السالبة، قلت له يبقى السين بسالب 2 خلاص. هنا سالب في سالب بموجب 2، وهنا سالب 2 أس 3 بسالب 8. موجب وسالب ده ربع كام؟ رابع يا أستاذ. تمام يا باشمهندس، نكمل. إذا كانت س بتساوي الفترة المغلقة من 0 ل5، والصاد بالفترة من سالب 3 ل2، فإن سالب 2 و4 تنتمي لإيه؟ قلت له السالب 2 دي موجودة في الصاد يا أستاذ هنا كده، وال4 دي موجودة في السين. اللي كتب الأول صاد واللي كتب الثاني سين. ليه؟ لأن دي فترة انترفال. ركز يا ولا، فرق ما بين الفترة والست يا ولا اللي هي المجموعة. طيب هنا ألف رقم سالب وب رقم سالب. بيقول لك خد الألف اللي هو بالسالب، والب سالب في سالب بموجب. سالب وموجب ده ربع تاني يا أستاذ. بيقول لك يا هندسة إن كانت س 2 بتساوي كذا ونون س بتساوي 1، المفروض كان كتب دي، يعني عدد عناصرها 1، أوجد قيمة كاف. قلت له يا أستاذ بص حضرتك بقى، هو طالما س في س يبقى ده هو ده، يبقى 3 كاف ناقص 4 هي الكاف. ليه؟ لأنك قلت إن عدد عناصر س عنصر. تمام يا أستاذ، عد دي مع دي، يبقى 2 كاف قيمتها ب4 ومنها كاف قيمتها ب2. يبقى أنا قدرت أعرف إن السين قيمتها بتساوي 2. أنت عاوز إيه بقى؟ أنا عاوز يا أستاذ س في صاد. قلت له يبقى 2 و1 وكمان 2 و7. ارتحت يا عم؟ بس كده. بعد كده يا باشمهندسين دخل على العلاقات. كان امتى بيقول دالة وامتى بيقول مش دالة. كنت بعمل مخطط سهم يا أستاذ، كل رقم يخرج منه سهم خلاص يبقى دي دالة. لو في رقم ما خرجش منه حاجة ليست دالة. لو في رقم خرج منه سهمين أو 3 أو أكتر برضه ليست دالة. وكان العمود الأول اسمه المجال، العمود الثاني اسمه المجال المقابل، وكل رقم داخل في السهم اسمه المدى. بس مجال ومدى ومجال مقابل دول ما بيطلعوش إلا لما تكون العلاقة دالة بس. تمام. كان يا شباب أشهر حاجة لما يجي يقول لك معكوس جمعي ومعكوس ضربي أو يديك أس 2، دول أشهر 3 حاجات. غير كده الباقي كله بسيط. هتلاقيه جاي لك في الامتحان يقول لك إيه؟ ألف زائد ب بيساوي رقم، ألف بيساوي ب، ألف زائد مطلق ب بيساوي رقم. حاجات سهلة كلها. دول أهم 3 حاجات هنتكلم فيهم. جيت عملت يا باشمهندسين مخطط سهمي س على نفسها. س وادي السين الثانية. سالب 2 سالب 1 0 1 2. ألف معكوس جمعي يعني غير الإشارة، سالب 2 مع الاتنين يا أستاذ. سالب 1 مع الواحد، 1 مع السالب 1، 2 مع السالب 2، 0 مع الصفر يا أستاذ. ليه؟ لأن الصفر ليه معكوس جمعي بس ضربي ملوش يا أستاذ. بيطلب منك حاجة اسمها بيان العلاقة. ركز ودور عليها الناس اللي بتنساها. بيان عين اللي هو سالب 2 راحت مع الاتنين، سالب 1 راح مع الواحد، 0 راح مع الصفر، 1 راح مع السالب 1، 2 راحت مع السالب 2. طب هل العلاقة دي دالة ولا لأ؟ العلاقة دالة. ما هو السبب؟ السبب كل عنصر من س عنصر في العمود الأول له صورة
في العمود الثاني. تمام. تقدر تجيب لنا المجال؟ قلت له ايوه، العمود الاول ده اسمه مجال. تقدر تجيب مجال مقابل؟ ايوه يا استاذ، العمود الثاني ده هو اسمه المجال المقابل. طب تقدر تقول المدى؟ قلت له ايوه، الرقم ده كده كل رقم داخل فيه السهم اسمه مدى، يبقى ده كده المدى يا استاذ، وبنحطه في مجموعه لو كان طلبه. ماشي نكمل. جاب لي المثال ده وقال ان الف معكوس ضرب الب. قلت له يا استاذ بص، ادي المخطط برضه، س على نفسها سالب 1 0 1 سالب 1 0 1. السالب 1 لما اجيب له معكوس ضربي هيفضل سالب 1، والواحد معكوسه الضربي 1، والصفر ملوش. يبقى بيان الريليشن اللي هو سالب 1 راح مع السالب 1 والواحد راح مع الواحد. هل هي دالة ولا؟ العلاقة ليست دالة. طب أوجد المدى يا ولا؟ يا عبيط، يا متخلف، اللي قال سالب 1 و1 يا ولا، يا عبيط يا ولا، العلاقة ليست دالة يا ولا، يبقى ملهاش يا ولا، يا تركز يا ولا. ماشي يا أستاذ. طب لو كانت س فيها سالب 1 وصفر و1، قلت له برضه تاني؟ قال ايوه. ماشي اهو، س ونفسها سالب 1 0 1 سالب 1 0 1. بيقول لك بقى يا هندسه اي رقم هنا اسمه الف، اي رقم هنا اسمه ب. ماشي يا استاذ. بيقول لك ب قد الالف تربيع. قلت له سالب 1 تربيع ب1، صفر تربيع ب0، 1 تربيع ب1. تمام. البيان يا أستاذ بسالب 1 مع الواحد وصفر مع الصفر وواحد. السؤال ده بيقول لو كانت السين فيها 4 و5 و7 وكانت عين دالة على س وكان بيان الريليشن كذا، أوجد قيم ألف وقيم ب. قلت له بص يا أستاذ، طالما هي دالة يبقى لازم كل رقم من ده يخرج منه سهم واحد. ماشي. الأربعة خرج منها سهم، دي عرفتها خلاص. طب دي ودي كل واحد منهم هيخرج منه سهم للخمسة. يا ترى الألف راح مع الخمسة، الألف ده قيمته ب5 ولا ب7؟ ما هو لو ب5 هتبقى الب ب7، ولو كان ب7 يبقى الب ب5. يبقى معنى كده يا أستاذ الألف ده ب5 أو الألف ده ب7. في حالة إن الألف ب5 يبقى الب ب7. في حالة إن الب أو الألف كان ب7 يبقى الب بتساوي 5. يا رب تكون واضحة. طب أنا عايز المدى، كل رقم داخل فيه السهم اللي هو 5 و7. المدى المجموعة 5 و7 يا أستاذ. شوية تراكبيات بقى قبل ما نخش على جزء التعويض. لو كان سالب س أكبر من الأربعة، فاكر المتباينة؟ لما يكون السين قدامها سالب بغير علامة التباين، بغير كل الإشارات وأغير علامة التباين. س تربيع بتساوي 4، قلت له يبقى الس بموجب أو سالب 2 يا أستاذ. يعني إيه موجب أو سالب؟ يعني خدها موجب مرة وسالب مرة. يبقى القيمة لا إما ب4 أو ب0، 4 أو 0، خد بالك. طب جذر السين ب4، قلت له الجذر بربع الطرفين عشان أشيله، يبقى السين ب16. يبقى هنا 16 زائد 2 ب18. ما بحطش موجب أو سالب، خد بالك، لأنك حطيت أس 2 هتشيل أي سالب موجود. ألف تربيع س تربيع ص أس 3 عين، حيث ألف ثابت. قلت له الرقم يا أستاذ لما باجي أجيب الدرجة ماليش دعوة بأسه خالص. الرقم لما باجي أجيب الدرجة ماليش دعوة بأسه. يبقى دي من الدرجة الكام؟ هنا 2 3 ودي كان عليها 1، يبقوا كده من الدرجة السادسة يا أستاذ. طيب س تربيع ص تكعيب زائد س ص تربيع، قلت له ده اسمه مقدار. ليه؟ لأنه عبارة عن حدود مع بعضها، فبناخد أكبر حد ده من الدرجة ال5 وده من الدرجة الثالثة. يبقى المسألة دي من الدرجة ال5، ما بجيبش الأسس كلها، لا، بمسك كل جروب لوحده وأشوف أكبر حاجة إيه.
مطلق س ب8، قلت له السين دي يبقى موجب او سالب. ليه؟ لان المطلق ما بيطلعش سالب ابدا. فاللي جواه كان ايه بقى؟ قلت له ممكن يكون كان 8 او سالب 8. فكر في الجذر التربيعي، خدعة كبيرة ما ينفعش يتحسب الا لما تصفيه. 9 و16 25 جذرها ب5. ال5 دي اللي هي 4 زائد 1. الناس اللي بتستعجل عارفك يا عبيط اللي حطيت 3. هنا الجذر بياخد نص الأس، يبقى هنا س وهنا ص أس 2، بس لازم اللي أسها فردي تحطها في مطلق. ليه يا أستاذ؟ لأنها مجهول. المجهول ده ما انتش عارف أصله كان إيه. افرض إن السين دي كانت سالبة، هل ينفع أجيب جذر العدد سالب؟ لا يا أستاذ. ما هو أنت يا باشمهندس دلوقتي ركز، لما شلت أس 2 سبت السين زي ما هي السين الأصلية. افرض إنها كانت سالب، هتكتب لي الناتج بيساوي سالب؟ جذر ما بيطلعش سالب. المسائل يا أستاذ اللي بتجيب تشنجات لينا ويالا بسيطة يالا. هو قال لك إنها من الدرجة الكام؟ من الدرجة الثانية يا أستاذ. يعني معنى كده الباور ده هو باور السين اللي موجودة أس السين ده قيمته ب2، يبقى الكاف قيمتها بسالب 1. طب انزل على السؤال اللي بعده. بيقول ان المسألة دي كثيرة حدود. قلت له معنى انها كثيرة حدود يبقى الأس ده يا أستاذ لازم يكون أكبر من أو يساوي الصفر. ليه؟ لأنه عدد طبيعي. يبقى الكاف هنا يا أستاذ أكبر من أو تساوي 3. وهنا لسه مراجعين المعلومة، طالما الكاف قدامها سالب أغير كل حاجة. هنعدل ال4 بإشارة مخالفة، يبقى الكاف أقل من أو تساوي ال4. طيب يبقى الكاف دي قيمتها بكام دلوقتي؟ أنا عايز أرقام أكتر من 3 أو قدها وأصغر من ال4 أو قدها. كاف رقم أكتر من 3 وأصغر من ال4 أو قدهم، بس بشرط إنك تاخد أعداد طبيعية. قلت له يبقى الكاف دي قيمها يا أستاذ لا إما ب3 أو ب4. ليه؟ لأن ناخد اللي يساوي. ما ينفعش طبعا اخد رقم ما بين 3 و4 لان عايز اعداد طبيعيه. ألف و5 ينتمي لدالة س بتساوي س زائد باء. قلت له السينات بألف والصادات ب5. الراجل بيقول انا عايز 3 ألف زائد 3 باء. قلت له ممكن اخد ال3 مشترك يتبقى ألف زائد باء، وانا جايبهم ب5. ال3 في 5 بكام يا ولا؟ ب15. دالة س بتساوي 5. قلت له دي اسمها دالة ثابتة طالما بتساوي رقم. شلتها وحطيت قرد هتفضل 5، على دالة 0 برضه هتفضل 5، ودالة 1 برضه هتفضل 5. 5 على 5 فالواحد زائد 5 الإجابة ب6. طب افرض يا أستاذ عايز دالة سالب 2 س، يا ابني ثابتة ده هتفضل زي ما هي ب5. دالة س بتساوي كذا ور س بتساوي كذا. في الدالة دال شيل السين وحط سالب 1. دالة دال اهي، شيل السين وحط سالب 1. سالب 1 أس 2 زائد 5. في الدالة ر قلت له دي ثابتة يا أستاذ، يبقى هنا 1 زائد 5 زائد 7. 6 و7 13 يا أستاذ. طب هنا دالة س بتساوي 4 س زائد باء، ودالة 3 ب15. معناها لما تشيل السين وتحط 3 الناتج ب15. 3 في 4 ب12 زائد باء بتساوي 15. لما تشيل السين وتحط 3 الناتج ب15. يبقى الب طلع بتساوي 3 يا أستاذ. دالة س بتساوي س تربيع ناقص 3 س، والدالة ر بتساوي س ناقص 3. دالة جذر 2 بكام؟ يلا شيل السين وحط جذر 2، يبقى جذر 2 أس 2 ناقص 3 من جذر 2. دي في الدالة د. 3 في الدالة ر، رحت للدالة ر هشيل السين واحط جذر 2 ناقص 3. تاني بتروح على اسم الدالة، دي الدالة د، رحت على الدالة د شلتها وحطيت القيمة اللي قال عليها. هنصفي أس 2 راحت بقى 2 ناقص 3 من جذر 2. التلاتة هتنضرب هنا وهنا يبقى 3 جذر 2 ناقص 9. دول راحوا يبقى الإجابة كلها بسالب 7. المسائل اللي تجيب الحرحر يا أستاذ يلا. بيقول لك إيه؟
لو كانت م زائد ن ب9 دالة م زائد دالة ن بكام؟ تعال نروح للدالة د. شيل السين وحط م. في الدالة د شيل السين وحط ن. طيب هات الميم جنب النون كده. 5 و5 10. في ايه مشترك هنا؟ في 3. اتبقى م زائد ن. شفت انا عملت ايه؟ اخدت ده همت، قمت واخد منهم العامل المشترك بتاعهم. م زائد ن قال لي ب9، يبقى 3 في 9 زائد 10 بتساوي 37 يا استاذ. لو كانت دالة س بس ناقص 5، نص دالة أ ب3، قلت له يا استاذ دالة أ اشيل النص ده اهو، نصها ب3 يبقى هي كانت ب6. في الدالة د شيل السين وحط أ، القيمة ب6 يبقى الألف ب11 يا أستاذ. طيب المسائل دي يا أستاذ، المسألة دي دالة س ناقص 4 لما بيجي لي بقى مش س، معادلة بسيطة. أنت تشوف هو عاوز إيه؟ عايز دالة 3، بتاخد اللي جوه هنا تساويه بال3، يبقى الس بتساوي 7، يبقى هنا هنحط مكان الس 7، 7 زائد 3 قيمتها بتساوي يا أستاذ 10. تاني دالة س ناقص 4 شالها وحط دالة 3، يبقى الس ناقص 4 بتساوي 3، يعني الس ب7. وكان زميلنا بعت مسألة وقال يا أستاذ دالة 2 س ناقص 1 بتساوي س زائد 3، دالة س زائد 3 بتساوي إيه؟ سامعك يا عبيط يا اللي بتقول ب2 س ناقص 1 يا عبيط. هو يا باشمهندس شال دي وحط دي مكانها، يبقى معنى كده ان الاتنين دول متساويين. هات س مع س اتبقت س 1، هات الرقم هنا بقى 4. كويس، روح شيل السين وحط 4، يبقى 4 زائد 3 ب7. بس خلاص. اخر سؤال معانا يا شباب، سؤال رزل للرزلين صراحة يعني. ماشي، بيقول انا عاوز 3 من دالة 2، قلت له شيل السين وحط 2 يبقى أ زائد 4. 3 في الدالة لام، قلت له 3 الدالة لام ثابتة قيمتها بتساوي 6، كله يبقى الاسم على الكام؟ على الاثنين على الثلاثة يا أستاذ. يبقى أ زائد 4 زائد ج قيمتها بتساوي 2. عدل الأربعة بإشارة مخالفة، يبقى أ زائد ج قيمتها بسالب 2. فالراجل بيقول أنا عايز قيمة 2 من دالة 0. 2 هروح للدالة د، هشيل السين واحط 0، اتبقى هنا أ زائد 2 في الدالة لام، شيلها وحط 7، قلت له هتفضل ج لأنها ثابتة. هاخد الاثنين مشترك، اتبقى أ زائد ج، أ زائد ج بسالب 2 يبقى قيمة بسالب 4. نتقابل إن شاء الله يا شباب الحصة الجاية مع أفكار بقى أو مراجعة الدالة الثابتة والخطية والتربيعية والنسبة والتناسب إن شاء الله. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.